السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي الكلام بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وقول حاحة أنا متكيف بصراحة. طبعا مبروك فوز الأهلي، وصوله 18 نقطة، فاضل له ماتش مؤجل. وإذا إن شاء الله كسبوا أو اتعادلوا أنا راكب الدوري، بس برضه لازم نكسب برضه يا جماعة، عشان إيه ما نوجعش دماغنا إن بيراميدز برضه ليه حوالي 3 مطوشة. وبيراميدز لو كسبهم هيبقى هو 22 وانت 21، فهيركب الدوري لا قدر الله يعني، فاحنا مش عايزين نخش في الدايلاما دي. المهم بس انا عايز اقول بس لاخواتنا الزملكاويه، ها يا جدعان، بيراميدز اهو بيتاجل له علشان بيلعب قاري. كنا بنسمع صياحكو السنين اللي فاتت ليه الاهلي مش هلعب ماتشاتي عشان لو الاهلي بيلعب في بره في بطولة سلاحف النينجا انا لازما لا الاهلي يلعب ماتشاته. ضغط طبعا كان بيبقى رهيب على النادي الاهلي، وضغط بطولات ومواسم. دلوقتي مش سامعين حس زملكاوي او اي حد في الاعلام الزملكاوي، وبيراميدز اهو بيتاجل له والدنيا زبادي خلاط وبيريحوا بيراميدز اهو. مبروك عليكم التجربه الجون ادوارديه، والله يا جدعان تجربه في الهلس والنصب. طبعا اللعيبه، طبعا انا سامع ان نادي الزمالك اوه يغمى، وناس هتطلع تفسخ عقودها، ومفيش في غير 15,000 جنيه في النادي وشيكو بنزا ابو فتله طالع لكم يا نهار اسوح. واخوان الفينا هيمشي. والله يا ريت يفسخ عقده ويجي لنا، هو على الاقل احنا محتاجينه برد مره يخش ينور الدكه جنب اخواته. المهم، طبعا طلع علينا طبعا الجهابزه واحد اللي هو طبعا الدكتور الشابوني، قال لك ده احنا جايبين الفلوس بتاعت اللعيبه دي من صفقه بيع نيمار، سيد نيمار يعني، ما تفتكرش ان هو نيمار بتاع البرازيل. وبيع الارض وشويه تقليب وحنكشه، وفي الاخر عملوا التجربه الجون ادوارديه. انا قلت يا عم ده خلاص بقى، وانا قلت طبعا انا اشدت بيها في كام فيديو، قلت ايه الزمالك ماشي حلو، فجاه الاهلي دخل كركب الدنيا خالص. الاهلي دخل، هو ده الزمالك، طن 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 كانت كالعاده، وجماهيره تطلع تقول لك الدوري فين يا اولاد، الدوري رايح على الجزيره مكانه. هو ده نادي الزمالك، نادي زيطه وزنبليطه وبطن فاضيه على الفاضي. تعب وهرك والله العظيم ثلاثه اقسم بالله. ويقعدوا يتريقوا على الاهلي اللي بيروح يلعب كاس عالم الانديه، يقول لك اصل دي برونزيه، ولما لعب في بطوله مجمعه ما جابش غير نقطتين. يا اخي طب اشوف لك يا عم، ده طب اشوف لك عشان ما شفتلكش. هو ده نادي الزمالك، وهي دي جماهير نادي الزمالك، جماهير هجاصه. تيجي تتكلم مع حد فيهم، الزمالك هو بطل القرن وبطل سلاحف النينجا. ربنا يديمها عليكم المشاكل والله العظيم، عشان انتوا نادي حلو جدا. والله نفوسكم من جوه سالكه لبعضها قوي. مبروك النادي الاهلي، طبعا اداء كان قوي النهارده. طبعا اداء كان امبارح كان قوي جدا، وبس انا ليا بس كده تعقيب، ان انت تبقى كسبان ثلاثة ويخش فيك جونين مش حلوه. برضو في شويه تريكات في الدفاع، برضو ان اللعيبه استريحت بعد الجون الثالث، وان احنا كنا نازلين، لا انت كنت المفروض تكسب سكور واكتر. آه الرجاله الله اكبر عليهم، زيزو رجع، بن شرقي، وطبعا لسه تريزيجيه لما يرجع من الايقاف ده هتبقى يغمى يا جدعان. ده احنا بقول لكم ايه، ده عماد النحاس اهو بيشد الفرقه وبيطلعها والحمد لله، فما بالكم بقى لما يجي لكم بقى مدرب ان شاء الله يفرش بقى ويحط بقى تكتيكه ويودي. انا اهم حاجه عندي بس بطوله افريقيا يا جدعان السنه دي، ان النادي الاهلي لازم يكسب افريقيا، علشان هي دي اللي هتبني عليها للسنه، يعني لكاس العالم للانديه اللي جاي. طبعا انا مش عايز اتكلم، هو فنيا الاهلي كان متفوق، انا هتكلم في ايه؟ الاهلي الشوط الاولاني لغايه حتى الجون التاني بتاع كهرباء الاسماعيليه، والجون الرابع انت مسيطر بنسبه كام؟ بنسبه استحواذ 80%. فانا مش عايز اقول بس غير ايه، ان احنا بس في غلطات دفاعيه يا جدعان ما ينفعش ان هي تحصل كده. يعني الجون الاولاني والتاني برضو مش عايزين الغلطات الدفاعيه دي يا جدعان، والشناوي برضو، يعني كرة الجون التاني برضو هي كان فيها سنه كنت ممكن تراعي عليها الشناوي. ما علينا، مبروك. ودي اهم حاجه، عوده الروح بتاعت النادي الاهلي. اشوفكم ان شاء الله واحنا راكبين الدوري باذن الله. وان شاء الله كده يعني، على راي جماهير الزمالك، العب على التاني يا عم، خلي عندك دم. السلام عليكم.